خلاص خلاص خلاص، رسميا نهائي كاس مصر زي ما اتفق بيراميدز والزمالك 5/6، وده معناه ان مفيش معسكر لمنتخب مصر في شهر 6، عشان محدش يضحك على دماغك وودانك ويقولك ده بسبب مشاركة الاهلي في كاس العالم للأندية وانه خد اللعيبة. لا يا حبيبي، ده اتفاق وكونسولته بين بيراميدز والزمالك، قصدي تغفيلة بيراميدز للزمالك واتحاد الكورة. تمام كده؟ يا ترى هنشوف بيان تاني للزمالك الساعة 2 بالليل؟ لا، ايه غية بيانات الزمالك الساعة 2 بالليل؟ وايه غية اعتراض الزمالك على بيان او عقوبات الرابطة؟ سب وشتيمة وقصف وقلة ادب، ومش اول مرة ولا اخر مرة. ايقاف الزمالك وجمهوره لازم الاهلي يحذر، لان هيتعمل معاه نفس الكلام، والاهلي محتاج جمهوره في الايام اللي جايه دي ضروري. هو ده جمهور الزمالك، وهي دي مجلس اداره الزمالك بتطلع بيانات ترد بيها على عقوبات الرابطه، ومحدش رفع عينه في ممدوح عباس لما مسخر بكرامتهم الارض، سواء مجلس اداره او لعيبه. هو ده الزمالك، عينه مكسوره دايما، وما بيرفعش عينه ولا بيفتح بقه غير في قله الادب. اهم حاجه، عاش الزمالك، اكبر قلعه رياضيه في مصر. متنساش اللايك للفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. واللي يقول لك عملوا حساب لان الاهلي راح كاس العالم للانديه، قول له في المشمش بيراميدز غفل الزمالك عشان ياخدوا ورا مصنع الكراسي. سلام عليكم.